بات النجم الدولي المصري أحمد حجازي قلب دفاع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، مهددا بعقوبة انضباطية على خلفية مباراة التعاون. وخسر الاتحاد 1-2 أمام الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون ضمن منافسات الجولة 25 من مسابقة دوري روشنا السعودي. وبهذه النتيجة تقلص فارق النقاط بين العميد الاتحادي المتصدر ب59 نقطة والفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر الوصيف إلى 3 نقاط فقط. وفي هذا السياق نشر الإعلامي الرياضي فرحان الفرحان مقطع فيديو مثير للجدل عبر حسابه الرسمي بموقع التدوينات القصيرة تويتر من مباراة الاتحاد والتعاون. ويظهر الفيديو اعتداء حجازي بالضرب على النجم الكاميروني لياندر تاوامبا قلب هجوم الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون، وسقوط الأخير متألما على مستوى الصدر. وأشار الفرحان إلى أن لقطة المدافع المصري ظهرت عبر الناقل الرسمي دون أن يتخذ حكم المباراة أو تقنية الفيديو فار أي قرار بشأنها. وألمح الإعلامي الرياضي إلى إمكانية تدخل لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي لكرة القدم مع إصدار عقوبة انضباطية ضد أحمد حجازي. ومنذ أيام قليلة أوقفت الانضباط اللاعب الدولي زكريا هوسوي ظهير أيسر الاتحاد 6 مباريات كاملة بسبب بصقه على نجم نادي الشباب خلال ديربي الرياض في الجولة 24 من مسابقة دوري روشنا السعودي. وأي إيقاف جديد لنجم كبير آخر في الاتحاد قد يقرب نادي النصر من التتويج بلقب دوري روشنا السعودي في الموسم الرياضي الحالي.